السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بأفضل الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. وكما شفتوا في الاول ديال لا فيديو غادي نتقاسم معكم هاد الطويجين ديال السردين بالخضره اللي كيجي بنين والمذاق ديالو لذيذ. فكنتمنى اللي اول مره كيشاهد القناه ما تنساوش تشتركوا بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو، كذلك فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وشكرا لكم بزاف ومرحبا والف مرحبا بالناس الجدد، كنقول لهم ان شاء الله يا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم دائما. فنبقاو مع لا فيديو والمكونات اللي غادي نحتاج بالضبط في هذا الطويجين هذا، ونصليو على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ونقولوا بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي كيلو ديال السردين اللي مغسول ومحيد له داك السنسور ديالو او داك الشوك، يعني محيد منه تماما. وبالنسبه للخضيره عندي تما غادي نحتاج واحد الفليفله اللي قطعتها على شكل طولي كما كتلاحظوا، وطوماط سوريز، ونص بصله، هذيك راه غير نص بصله تما اللي عندي، وجوج ديال الخيزويات او جزرات، وثلاثه ديال البطاطات. بالنسبه للبطاطا وخيزو راني سلقتهم نص سلقه على حساب السردين، ما كياخذ ليناش الطياب بزاف، والخضره يعني دغيا طيب. بالنسبه للفصوص عندي تما 6 ديال الفصوص محكوكين، نص ربطه ما بين المعدنوس والقزبور. هذيك مطيشه كبيره محكوكه. غادي ناخذ النص نديرو في الشرموله والنصف الاخر غنديرو في التالي. بالنسبه للعطريه في الحمراء، الخرقوم عرق، شويه ديال البزار، الملحه، شويه ديال السودانيه والكمون. والحامض عندي تما 4 كاس، يعني واحد الحامضه صغيره معسره. فغادي ناخد اول شيء البول غندير فيه داك الربيع، وغناخد نصف من ديك المطيشه اللي قلت لكم حكيت، وغادي ندير ديك العطريه وداك الفصيصات ديال الثوم. وبالنسبه لديك الحامضه خويتو، يعني داك الحامض كامل خويتو، وغنحرك. غادي نضيف واحد 2 معالق ديال الماء باش هكا تندمج ليا داك العناصر، باش هكا شرموله كتطلق. من بعد كناخذ السردينات كنبقى هكا تنحلهم نوزع فيهم ديك الشرموله باش كيشربوا مزيان ديك العطريه وديك التشرميله باش كيجي لذيذ. المهم طريقه ساهله ديال هاد الطواجين. وكنشكر بزاف واحد الاخت صراحه كنشكرها بزاف من كل قلبي، خلات لي تعليق وقالت لي اذا ممكن اختي ديري معنا واحد الطاجين ديال السردين. فانا كنقول لك اختي انا لبيت لك الطلب ديالك وشكرا لك بزاف. المهم ديك السردين راني شرملته، وداك النصف اللي بقى ليا ديال الشرموله خليته. بالنسبه للطاجين عندي فيه دوك ليديدات الخشب لبستهم بالبابي الومنيوم باش ما يتحرقوش. خديت هنايا ديك النص بصله درتو في الاول، دائما تنديروا البصيله هي الاولى في الطاجين باش ديك البصيله راه كتعسل من بعد وكتولي معلكه. ديك الخيزويات بجوج عاوتاني درتهم حتى هما الوالا، وراهم يعني مسلوقين غير نص سلقه ماشي بزاف، غير المهم باش بيطيبوا لي مع السردين قد قد. درت ديك 3 البطاطات دوائر استفتهم من بعد. صافي. ومن بعد غادي ناخذ داك نصف ديال المطيشه غنخليه نضيفوه لديك الشرموله اللي بقات. خديت هنا شويه ديال المعدنوس ودردرتو على ديك البطاطا، وغندير شويه ديال الزيت، ودائما كندير زيت العود باش كتعطيه واحد المذاق زوين. كنستف ديك السريدينات وكندير ما بيناتهم هكا واحد طريف ديال الفلفله باش كيعطي المنظر ديال الطاجين كيكون دائر، داك السردين مدور ومع هذيك الفليفله خضراء كتعطي واحد المنظر زوين. وإلا كانوا الفلافل ملونين حتى هما كيجيو زوينين. المهم انا عندي غير الفلفله خضراء درتها، وكندير ما بين السردينه والسردينه طريف ديال الفلفله باش كيجيو مدورين على الطاجين. وكما شفتوا كتجي طريقه زوينه. هنا خديت داك لي طوماط سوريز
وكنديرهم حتى هما كنزين بيهم، وفي نفس الوقت نديرهم يعني في عوطه. ولا بغيتو ما كانتش طوماط سوريز ممكن نقطعو غير طريفات ديال المطيشه ونديرهم هكا في الجنيبات. صافي. ومن بعد كندير واحد الوريقات ديال الرند او ورقات ديال سيدنا موسى، ولا ما كانوش نديرو غير شي حاجه ديال الاعشاب المنسمه وصافي. حتى هما كيعطيو واحد المذاق زوين للطواجنات. غادي ناخذ ديك شرموله، خلطت ديك نص ديال المطيشه معاها اللي بقات، وغادي نوزعها من الفوق. لان البطاطا وخيزو يعني هادو ما درت لهمش العطريه، هكا كتنزل ليهم ديك التشرميله وكتوصلهم حتى هما العطريه. وما غنديرش كاع الماء بتاتا، يعني غنكتفي غير بديك الشيء، لان اصلا السردين والبصله غادي تطلق شويه د الماء ديالها، والسردين كذلك تيطلق الماء. صافي هنا غندير واحد الخطيط عاوتاني ديال الزيت وغادي نغطي عليه. ودائما البوطه كنديروها يعني يعني غير متوسطه، ما كنجهدوهاش. هانتوما شوفوا كيفاش طلق الماء ديالو. باش قلت لكم ما خصناش نديروا ليه كاع الماء، لان اصلا الطاجين الا بغينا يصبر عندنا ما خصناش نبقاو نديروا له الماء. ولا بغينا نمرقوا مثلا هكا نديروا الماء طايب من الاحسن، باش حتى الطاجين كيبقى لينا مده اطول ما كيتشققش. كما كتشوفوا هو بدا كيعقد، ويعني راه حتى ديك المريقه بدات كتلبى. صافي غادي يزيد واحد شويه وغنطفي عليه. وهذا الطويجين ديالنا ها هو وجد. هانتوما شوفوا كيفاش يعني جا ما فيش ديك المرقه بزاف. يعني كيجي معلك وكيجي في نفس الوقت بنين ولذيذ. المهم كنضيف له واحد كتزين شويه ديال المعدنوس من الفوق، داك الزويتنات بلا عظم كنزين بيهم. ما بغيتش نديرهم وهو تيطيب باش ما يطلقوليش المروره ديالهم، لان اصلا هذا الزيتون مرقد. وكنولي نضيف واحد شويه ديال الزويته من الفوق وكنقدموه بالصحه والراحه. وهذا هو الطويجين ديال السردين بالخضيره اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات فقط للتشجيع. وشكرا لكم بزاف. واللي باقي ما انضم للقناه كنقول له مرحبا والف مرحبا، وشكرا لكم. الى فيديو جاي ان شاء الله، في امان الله وحفظه.